السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة الكنافة بالمانجو. عملنا الكنافة على قناتنا بطرق كتيرة جدا. النهاردة بقى هنعملها بالمانجو بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. وعشان ما طولش عليكم الفيديو ونعيد نفس الخطوات، ده ربع كيلو من الكنافة كنت مفرزاه. لازم تفرزوا الكنافة حتى لو قبلها بساعتين. ونزلت عليه بمعلقة كبيرة من السكر البودر. كمان نزلت عليه بمعلقتين من الزبدة، ممكن يبقى سمنة مفيش مشكلة. ورفعتهم على النار هادية، وفضلت أقلب فيهم لحد ما وصلوا معايا للون الذهبي ده. تقدروا تدخلوها الفرن وتقلبوها على فترات، لكن لازم تهدوا الفرن بتاعكم. بعد كده نزلت عليهم بالسيرم او الشربات اللي طبعا كنت محضراه وبشيله عندي في التلاجة، وهو شربات الكنافة التقيل العادي. ومقداره كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية، معلقة من عسل الجلوكوز، نص عصرة ليمون، وباكت من الفانيليا. نزلت على ربع كيلو الكنافة بتاعي بمعلقتين من السيرم. بعد كده هنيجي للكريم شانتيه، وانا استخدمت كريم شانتيه جاهز كوكس. الحقيقة بستخدمه لأول مرة وطلع أكتر من ممتاز. نص كوباية من الحليب المثلج، ونزلت عليهم. وزي ما انتم شايفين بدأت أضربهم بالمضرب الكهربائي. إذا ما كانش متاح تقدروا تضربوهم بالمضرب العادي، مفيش فيها أي مشكلة. بعد كده جبت الكاسات بتاعتي اللي هحضر فيها الوصفة بتاعتنا. تقدروا تستخدموا كاسات أو بولات، مفيش مشكلة. نزلت بالكنافة بتاعتي، بعد كده الكريم شانتيه، نزلت بالمانجا بتاعتي مقطعها قطع زي ما انتم شايفين. بعد كده نزلت عليها بطبقة تانية من الكنافة. وبعد كده بقى نزلت بآخر طبقة، وهي طبقة الكريم شانتيه زي ما هتشوفوا معايا، ولا أسهل من كده. للتزيين بقى زينوها زي ما انتوا حابين. أنا قطعت المانجا بتاعتي شرايح، تقدروا تقطعوها مكعبات صغيرة، مفيش فيها أي مشكلة. ونزلت على وشها بالسيرم زي ما انتوا شايفين كده عشان ألمعها، عشان الفاكهة بتاعتي ما تتبلش. وكده كانت جاهزة معانا. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الجميلة، بشير للفيديو، باشتراككم في القناة. تكبروا عيلتنا وتنوروني، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة.